السلام عليكم اخوتي. وانا كنسركل في الانترنت دانت لي الصفحه الرسميه ديال الرياضيه دايره واحد المنشور يعني استفزني شي شويه. قريتو كاتبين 11 مليون مشاهد تابعوا مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب النيجر على قنوات الشركة الوطنية والإذاعة والتلفزة المغربية. 11 مليون مشاهد اللي تفرجوا يعني في الماتش ديال المنتخب المغربي والنيجر. دابا اللي الغريب في الامر من دخل التعليقات كلشي حاقد، التعليقات كلشي يشمئز يعني من هذا النقل التلفزي. ندخلوا خوتي نشوفوا هاد التعليقات، نقراو لكم هاد التعليقات هادو. هذا التعليق الاول كيقول ملعب عالمي من الطراز العالي، لكن التعليق كارثي للاسف الشديد. هذا التعليق كيقول ديال الله يحسن العوان، 11 مليون بني ادم درتو ليهم التعذيب العالي بالتعليق ديال العدالي فين يبان شي عصام الشوالي. هذا تيقول المعلق كارثه، ما كاين لا حماس لا والو، المعلق فيه النعاس كيجيب لك الملل، الجمهور لا تشجيع لا والو، غير التصفار بحال كيهربوا الحلوف. ها وفعلا انا شفت انا يعني المتفرجين والجمهور المغربي اللي حضر يعني الملعب وتفرج، كان حاضر السيلفيات والسطوريات، ما كاش كيشجع بهذاك الشكل يعني اللي مولف ملعب جديد وملعب بهذيك المواصفات عالميه. خصو يشجع المنتخب. وشوف هذا التعليق هذا عاوتاني خيت ما كاينش البديل، كاين تعليق كيضرب في الودنين. شوف هذا التعليق هذا للاسف الاعلام السمعي البصري بالمغرب لا يواكب التطور، بلاطو تحليل متخلف مذيع لا علاقه نتمنى تطوير الذات. شوفوا التعليق هذا تيقول راه داك المعلق خاصو يعلق على الماعز ملي كيكون سارح، ما يصلحش للكره. شي التعليق كلشي ديال التعليق اللي كنقراه تلقى حاقد على هذا النقل التلفزي. التعليق ديال المباراه زيرو، النقطه السوداء هي التعليق لا علاقه. تخيلوا اخواني لو علق المسعودي على الماتش. هذا تعليق كيقول وتعليق كارثه بكل المقاييس. هذا تعليق كيقول كلشي داز مزيان الا التعليق. سبب ارتفاع نسبة المشاهدة وافتتاح ملعب الكبير الممنوع على الجبيلة وليس بمشاهدة المنتخب. وفعلا يعني الأغلبية هاد 11 مليون اللي قال لك في الإحصائيات ديال المشاهد ديال الماتش، الأغلبية النص ديال هاد المشاهدة راه كانوا كيتفرجوا باش يشوفوا الافتتاح ديال الملعب، المعلمة الكروية الرياضية. لأن كان التعليق كان كارثي، يعني التعليق كارثي في الاذاعه ديال الرياضيه والاذاعه الاولى. شوف هذا قال لك انا تفرج في الاس اس سي سبور 3 هاشتاج اللي قلت لكم. الناس راه ما تفرجوش في الرياضيه، ما تفرجوش في الاولى في الاذاعه والتلفزه المغربيه، راه مشاو تفرجوا في قناه وحده اخرى الاس اس سي اللي كان التعليق فيها زوين وتعليق يعني احترافي وتصوير وكذلك احترافي. فهمتونا اخوتي؟ شوف التعليق ها يعني التعليق كارثي. النيجر عيا ما تفرجناش بزاف. شي التعليقات كي دايرين. السؤال كيفاش يعرفوا شحال من واحد تفرج، واش كيدخلوا يحسبوه في المقاهب ولا لا؟ عندهم احصائيات في القناه ديالهم. التكنولوجيا التقدم عمره ما يتقاس ببناء الملاعب لكن بالرتبه ديالك في التنميه البشريه. رغم ما عندهمش تقدمنا بكري. خاص الدوره التدريبيه للمعلق للاسف التعليق كارثي. شي تعالق غير مهتم. اش من عام غادي يتقدم عندنا الاعلام الله اعلم. شي التعليق صفر، نفس الوجوه التحليل ناقص، التعليق افسد حماس المقابله، تعليق كارثي. شي التعليق اخوتي 90,000 متفرج. شي المنشور الناس المسؤولين ديال الشركه الوطنيه وهاد الناس المسؤولين على هاد الصفحه ديال الرياضيه ويقراو التعليق ويشوفوا واش هاد النقل التلفزي واش كان احترافي ولا كان يعني صفر. التعليق رديء صفر على الهامش. شوف هاد التعليق كي دايرين. ولكن هل تعلم الشركه الوطنيه لدى التلفزيون ان نقلكم سي لا تتوفر في مناطق جبليه؟ الحمد لله ماشي معاهم. الله يهديكم. ها نقص كبير في تحليل اطوار المقابله. شو التعالق اخوت؟ شو التعالق؟ شوف الرياضيه فاشله يجب منها الجمهور من دخول الملاعب. جيبوا معلق، راه هادشي اللي عندكم غير واثق. الحمد لله تفرج في اس سي السعوديه وبتعليق خارجي في المستوى. الشيخ خوتي قلتها لكم الناس راه 90 مليون ما فهمش كيفاش لقاو هاد الاحصائيه ديال 90 مليون يعني متفرج. ما فهمش انا 90 مليون كيفاش تفرجت في هاد. لو كان التعليق في المستوى لكان المشاهده اكثر. ولكن اخوتي التعليق ممل جدا. شي التعليق جيبوا معلق بالمستوى. اما هذاك اللي عندكم راه درنا له تلوث سمعي.
انت قال لك غير حيت اس سي مشفره ونعرفوا منيت متفاقرين. واش سمعتوا المعلق ملي قال على المنتخب النيجيري في التغييرات ان المنتخب النيجيري كيبحث على قطع الغيار او دي بازباط؟ واش التعالق كي دايرنا اخوتي؟ انت التعليق الله يحسن له، هو التعليق دون المستوى لا يخبي حجم اجواء مباراه مع الاسف. معلق دون المستوى وجميع التعاليق. واش هاد التعليقات كامله هذا المنشور هذا كنشوفها انا تعليقات يعني تعليقات سلبيه الدرجه الاولى، سلبيه الدرجه الاولى. التعليق ما شاء الله اخذ ورد، المعلق خاصو الحبس، تعليق خارج التغطيه. شي تعليق اخوتي كانوا كيحسبوهم من التلفزيون ولا شنو، ولكن مستوى ضعيف من نساو جنوب افريقيا عاوتاني، وظيفه العموميه الاداء. شي التعليق كي داير انا لو كان هناك بديل متاح ما يتفرج فيكم حق. شي لا تحق كي داير هذا راه لا عنده الحق. يا راه بحال نتوما كنتو ناقلين يعني الماتش في الرياضيه راه كلشي يتفرج فيكم، ما كان ولا كان الماتش يعني على شي قناه مجانيه راه ما كاين لا 90 لا ما كاين لا 11 مليون 15 مليون 9 المليون. كلشي كان زوين، لا الطريق كان كارثي، طريق الله يحسن له. ها التعليقات كلشي غاضم من هذا النقل التلفزيوني والتعليق والبلاطو. يعني الملعب كان في مستوى، ملعب كان يعني الدرجه الاولى، كان ملعب يعني بمواصفات عالميه، معلمه تاريخيه رياضيه. مازال جايين الملاعب فاس طنجه اكادير، يعني مازال ملاعب مواصفات عالميه جايين في الطريق. ولكن راه خاص الاحتراف في التعليق، خصنا معلقين محترفين. يعني والنقد التلفزيوني خويا خصو يكون احترافي، يعني هذا الشيء ما كان. زائد الجماهير كان ناقصه شويه في يعني في التشجيع، الاغلبيه مشى للتيران باش يدير السيلفيات والسطوريات ويلوح. هادشي ما كان في التعليق اخويا. انا كنهبط، انا تفرجت في اس اس دي التعليقات كلشي كيقول لك بان من 11 مليون غالق هو فاش تفرج شي 50 واحد في بث واحد. هذا الشيء راه الاغلبيه راه تفرجوا، يعني 11 مليون شدوا منها حق بث كاس العرب وكاس العالم، حيت ما عندهمش البديل. التعليق لا علاقه بالسيد مشلل وثقيل تفرج، وفعلا التعليق ثقيل، والتعليق كيجيب لك الاعصاب، التعليق بطيء ما تيخليكش الحماس. اش هاد التعليق صافي غير 11 مليون، و 11 مليون سهلتيها. ديال المليون ما كاش كتكمل. التعليق لا علاقه له بكرة القدم، نسعوا نقطه ضوء وحيد فرطوا فيه، معلقون افسدوا كل شيء. شي التعليق اش داكم ديروا هذا المنشور هذا ديال 11 مليون متابعه ديال المشاهده، نتوما ودخلوا قراو التعاليق ومنصات سادوا من هاد التعاليق هادو وديروا بهاد التعاليق هادو وتخدموا على التعليق الصوتي ديال المعلقين، و يعني وحتى النقل التلفزيوني تخدموا عليه مزيان. راه حنا ننظموا كاس افريقيا ديال 2025 وكاس العالم 2030. راه ما خصناش نشوفوا الملاعب، خصنا حتى المنظومه البشريه من المعلقين والمحللين وبلاطو والنقل التلفزيوني راه خصهم يكونوا حتى هما خصهم يكونوا يعني في المستوى. وهادشي ما كان اخوتي، هذا مو التعاليق، هذا هو المنشور يعني اللي استفزني شويه وبغيت نقرا لكم من التعاليق. هذا المنشور اللي درتو هذا الرياضيه راه ما عجبنيش. 11 مليون ونشوفوا التعاليق بعدا، او خد الناس تفرجات راه ما تفرجاتش يعني وهي راضيه 100%. راه للاسف راه كالتعليق يعني والنقد التلفزيوني كاين راضي وسيء. هادشي ما كان اخوتي، وتهلاو في راسكم فيديو اخر ان شاء الله.